الريال يخرج من ملعب بنفيكا فائزا بهدف جميل من فينيسيوس اللي قدم مباراة جميلة، لكن ما تهنى بهذا الشيء. خرجت كلمات عنصرية من ظهير بنفيكا أو إساءة أو شتيمة، المهم إنه طلع كلام من ظهير بنفيكا الشاب اللي عمره 20 سنة، وفينيسيوس اتجه للحكم والحكم أوقف المباراة في لحظتها. فينيسيوس صار يشتكي لمورينهو ويشتكي للاعبين، وفي النهاية رجعوا استأنفوا المباراة مرة ثانية، لكن الجماهير استمرت بصافرات استهجان على فينيسيوس وعلى امبابي كمان بالمرة. ومندي من باب الاستفزاز طلع وشم كاس العالم اللي اخذته الارجنتين وبدا يستعرض فيه قدام فينيسيوس. وفي نهايه المباراه مورينيو تعصب وانطرد بالكرت الاحمر. المباراه انتهت بعد تسجيل فينيسيوس الهدف، الكل خرج عن اعصابه، لكن المهم كان الفوز في ملعب بنفيكا اللي انت خسرت فيه بالاربعه قبل فتره بسيطه. البلوى عرف يخرج فايز من هذه المباراه وقدم فعلا مباراه جميله، والفوز ب1-0 راح يساعده في الاياب. وفينيسيوس طالما راح يظل مركز مع الجماهير ما راح يخلص من موضوع العنصريه ايا يكن. الجماهير في الاخر ما راح تتوقف عن شيء يفيده منه، واستفزاز فينيسيوس اصبح شيء مفيد لاي جمهور انه يخرج من جو المباراه. لكن مع ذلك فينيسيوس قدم مباراة جميلة، والريال قدم مباراة جيدة وعرف يفوز 1-0.